السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معكم ميسا للناس اللي بيشوفوني لاول مره. ان شاء الله النهارده هنعمل تورتايه لعيد ميلاد ابني عمار. زي ما انتم شايفين هي بسيطه وسهله، ما فيهاش اي حاجه يعني. والرسومات اللي عليها دي هعلمكم برضو ازاي تعملوها، يعني باقل تكلفه خالص، لان هي بتبقى تكلفتها عاليه، فاحنا هنعملها بتكلفه قليله خالص. يلا بينا بقى نشوف تورتايتنا الجميلة دي عملناها ازاي. معايا هنا تورتاية كنت خبزاها في صينية مقاس 24، اخدت مني نص كيلو دقيق سبونش، عليه 6 بيضات، عليه نص كوباية مية، عليه شوية فانيليا ومعلقة من الخل. ضربتهم وخبزتهم في صينية مقاس 24. قشرت وش الكيكاية وبعدين قطعتها بالمنشار بتاع التورتة وكيستها في كيس كده علشان ما تنشفش معايا، تفضل معايا طرية وحلوة. جبت البوردة وثبت عليها حتة كده من الكريمة علشان اثبت عليها التورتاية. خدت بقى اول طبقة من تحت وحطيت عليها لبن. انا بسقي التورتة لبن بس من غير اي اضافات، يعني مش بحب احط سكر ازود حلاوة التورتة. انا بحب التورتة تبقى حلاوتها معقولة، اللي ياكل منها ما يتضايقش من الحلاوة بتاعتها. تمام. خدت بقى الكريمة ضربتها. الكريمة بضربها بلبن وبحط لها لبن بودر برضو، وبحط لها معلقة او 2 من الكريم الباتري حسب الكمية اللي انا عاملاها، وبحط معلقة او معلقة ونص من سكر البودر. ما بحاولش ان انا ازود يعني. بالنسبة للكمية بتاعة اللبن اللي انا بحطها على الكريمة ما بحطش كمية معينة، لان اللبن اللي بتحتاجه الكريمة في الصيف غير اللبن اللي بتحتاجه في الشتاء يعني. فانا بحط كده شوية صغيرين، ولما بحس ان هي تقيلة بزودها شوية بشوية. احلى حاجة ان انتي تفردي الكريمة على التورتاية بكيس الحلواني. ما عندكيش كيس حلواني، كيس التلاجة عادي زي ما انا عاملة كده. بعد ما فردت بقى الكريمة، دي مربى حليب انا مخففاها بشوية من اللبن، بحطها كده على الكريمة تديني طعم يعني للتورتاية، بطعمها بمربى حليب. كمان بحط رشة كده من المكسرات، تكون مفرومة خشن، بس انا عندي دول اخر المكسرات فكانوا ناعمين شوية. الحبة اللي هما بيبقوا في الاخر كده بتلاقيهم ناعمين عن الحبة اللي فوق، مش مشكلة انا حطيتهم برضو. وعندي هنا واحدة من المندولين كانت موجودة عندي، قطعتها رفيع خالص خالص، وابتديت احطها برضو على الكريمة والمربى الحليب والمكسرات. باخد بقى الطبقة التانية وبحطها، هسقيها برضو، هحشيها زي ما انا حشيت الاولانية بالكريمة، وبحط عليها دي نوتيلا بيضة. يعني انا عملت طبقة بالكراميل او اللي هو مربى حليب، والطبقة التانية هعملها بالنوتيلا البيضة كده، ونفس النظام هحط عليها شوية مكسرات. وباقي بقى المندولين، يعني انا قسمت المندولين حبة في الطبقة الاولانية وحبة في الطبقة التانية، ودي اخر طبقة حطيتها وحطيت عليها الكريمة من فوق. هاخد بقى الكريمة واحط بقى في الحاجات اللي انا شايفاها محتاجة ان هي تتزود كريمة. هنفرد بقى الكريمة على التورتاية بالنسبة يولاية بالراحة كده، واحدة واحدة من جوه على بره كده. خليها تبقى يعني ارتفاعها سمك واحد، يعني ما تخليش حتة من الكريمة عالية وحتة لا، حاولي ان هي تبقى كلها ارتفاع واحد. هنجلس بقى التورتاية بالاسباتيولا او السكرابر او اي اداة موجودة عندك من ادواتك اشتغلي بيها. عندك مسطرة نضيفة ممكن تجلسي بيها، مفيش مشكلة. اي حاجة بقى موجودة عندك نقدر نشتغل بيها. فردت بقى الكريمة على سطح التورتاية من فوق، وهفرد على الجناب زي ما انتم شايفين كده بالراحة، محدش بيجري ورانا، واحدة واحدة الحاجة تطلع معانا مظبوطة. البورد اللي انا شغال عليه طبعا اتبهدل، وقع عليه لبن وفتافيت كيك ولسه هيتبهدل كريمة، فانا مش همسحه دلوقتي الا لما اخلص تجليس التورتاية كلها، وهبتدي بقى ايه امسحه بعد ما اخلص. واحدة واحدة اهو بنفرد الكريمة على الجناب، ولو في حاجات عايزة تتزود يعني كيكة لسه باينة بزودها اهو زي ما انتم شايفين، وارجع برضو بالسباتيولا او بالسكرابر افردها تاني واسويها تاني على الجناب. دي مش اخر الكريمة اللي انا هحطها على الجناب، لان انا لسه هحط كريمة تانية
فمش لازم تبقى كتير قوي يعني، اهم حاجة ان انا اداري الكيكاية لاني لسه هحط عليها كريمة تاني. ممكن بقى احطها في الفريزر 5 دقايق او 10 دقايق كده قبل ما اعمل الخطوة دي. بتجيبي بقى السكرابر وبالراحة كده، انا طبعا مش شغالة على القاعدة الدوارة بتاعة التورتة علشان بتبقى عالية، فانا ما بعرفش اصور لكم التورتية، فانا استغنيت عنها وشلتها، وانا هصورها لكم كده من غير القاعدة بتاعة التورتة. انما هي القاعدة بتسهل كتير صراحة ان انتي تتحكمي في التورتية، تلفيها كده يمين وشمال زي ما انتي عايزة. بصراحة هي عملية جدا في تزيين التورت. ممكن كمان تحطي السكرابر بتاعك في مية مغلية وبعدين تمسحيه وبعدين تجلسي بيه، هتلاقي الدنيا معاكي اتساوت وبقت حلوة. خدت بقى شوية من الكريمة وبطلع العلبة بتاعة الجل الملون الغذائي. وانا بمد ايدي في الشنطة كده، انا اشتريتها وحدفتها في الشنطة، بمد ايدي في الشنطة لقيت علبة الاوتريفين طلعت معايا بتاعة البرد بتاعة انسداد الانف. فالحمد لله ان انا خدت بالي ان هي الاوتريفين، لان هي شبهها بالظبط، هي لونها ازرق برضو زيها، انا جايبة لون ازرق. فحطيت منه نقطتين صغيرين كده على شوية كريمة، وهلون بقى الكريمة باللون الازرق ده علشان تديني لون لبني كده توركواز زي ما انتوا شايفين. نقدر نتحكم بقى في درجة اللون، عايزينه فاتح قوي، عايزينه غامق شوية، زي ما انتوا حابين. قللوا بقى النقط بتاعة الملون. بالسباتشولاية كده باخد شوية من الكريمة وامشي بقى على التورتاية كده من تحت بسحبة كده، احط من تحت وبعدين اسحب على فوق. يعني انا مش بغطي الجنب كله، انا يعني نص الجنب كده، يعني بحاول ان انا اعمل ايه حاجات عشوائية كده، خطوط عشوائية على النص اللي تحت، وبسيب النص اللي فوق ابيض زي ما هو. ممكن كمان اديها يعني مسحات عشوائية كده من اللون التركواز ده من فوق كده، عشوائي خالص، يعني احنا عايزينها عشوائية، انا بحب كل حاجة عشوائية بتبقى حلوة. يعني الحاجة المنظمة دي بتبقى يعني دمها تقيل، انا عشان انا عشوائية وبحب العشوائية، فهتلاقوني بحب الحاجات اللي هي ايه يعني على سهوة كده عشوائية. بس كده كفاية، يعني مش بكتر لها علشان ما تقفلش معايا اللون، يعني نخلي اللون الابيض هو يعني الكتير معانا الاكتر. بنجيب بقى البوردة، بجيب منديل ورق وببله كده، بنديه بالمية ومش ببله قوي يعني، يبقى مندي، وبمسح بقى البوردة بتاعتي. هنا البوردة كانت صعبة المسح شوية لان هي مقلمة. دي بقى حروف، انا حطيت شوكولاتة بيضة سيحتها وبعدين حطيتها في السيليكون بتاع الحروف. تمام، بعد ما جمدت خرجتها، حطيتها في كيس بلاستيك اللي هو كيس تلاجة، ونزلت عليها بشوية من الدست، قلبتهم كده مع بعض في الكيس، وابتديت بقى اطلعهم ارصهم كده. عملنا اسم عمار بالذهبي. تقدروا تحطوا دست فضي لو انتوا حابين، انا حبيت الذهبي على التركواز، لو انتوا حابين الفضي مفيش مشكلة. وحطيت دايرتين كده من الشوكولاتة البيضة، ودي شوكولاتة برضو محطوط لها دست زي الشوكولاتة اللي هي بتاعة الحروف، قلبتها برضو في الكيس كده مع الدست. بصوا بقى التزيين ده راجع ليكم ولذوقكم، اي تزيين هيبقى حلو من ايديكم. تعالوا نشوف بقى الرسومات بتاعة اللي احنا حطيناها على التورتة، زينا بيها التورتة. انا اخترت رسمة روبلوكس، اخترتها من على النت. في كمان تطبيق عليه رسومات كتيرة قوي، اسمه بنترست. بنزل الرسومات اللي انا عايزاها، في رسومات كتير بقى، يعني انا اخترت رسمة اولادي عشان انا ابني بيحب روبلوكس، لعبة روبلوكس، فانا نزلت رسمة روبلوكس. تمام، دي شخصيات روبلوكس ودي اللعبة بتاعت روبلوكس وهو بيحبها، فانا نزلتها على التليفون عندي. ورحت عند اي مكتبة بتطبع الوان عادية، دي ورقة عادية اللي هي الورقة الاي 4 العادية اللي احنا بنطبعها بتاعة المستندات دي. طبعت بقى الرسمة الوان على الورقة العادية، كلفتني 5 جنيه. طبعا في ورق اسمه ورق كوشيه، وبيبقى ورق كده تخين وبيلمع، يعني هي الورقة دي ما بتلمعش، يعني هو هيطبع لي الوان بس هي ما بتلمعش. تمام، ورق الكوشيه ده بيبقى غالي شوية، يعني بيبقى 20 أو 25 جنيه للورقة، فاحنا مش هنطبع ورقة واحدة، هنطبع كذا ورقة، فحرام، انا بستحرمه يعني كتير، شايفاه كتير. الورقة دي ب5 جنيه زي ما انتوا شايفين. بجيب بقى اسمه ايه،
السكوتش العريض كده، وابتدي الزق زي ما انتوا شفتوا شرايط كده، شرايط جنب بعض علشان اغلف الورقة بتاعتي تحميها من الكريمة، تحميها من المية، وتبقى تقيلة يعني زي الورق اللي احنا ايه بنطبع عليه الصور واللي هو التقيل ده. فالورقة عندي بقت تقيلة ومحمية، يعني عليها طبقة حماية من السكوتش اللي انا حطيته. بحط من قدام وبحط من ورا كده زي ما انتوا شفتوا معايا. بجيب كارت بقى افرغ لو في حاجة عندي، يعني انا بحاول وانا بلزق الزق بالراحة كده علشان ما تبقاش معايا في حاجات كده يعني معرجة كده في اللزق. تمام. بعد كده بقى باخد المقص وافرغ بقى رسومات. في رسومات كتيرة بقى، رسومات بناتي إلسا، وفي ميكي ماوسات وميمي وميني والحاجات الغريبة دي. في حاجات كتيرة بتاعت كرتون كتير، يعني ان انتوا حابينه نزلوه اعملوا بالمنظر ده. هي الورقة ب5 جنيه يعني عموما، والسكوتش عندكم في البيت مش هيكلفكم حاجة. نبتدي بقى نفرغ الورق كده زي ما انتوا شايفين. بثبتها ازاي بقى على التورتايه؟ باجي من ظهر الورقه وبجيب اللي هي عصيان بتاعت الشيش، متكونش طويله قوي، او ان انا اخد مقاس التورتايه واقصها بالمقص واشوف الطول اللي انا عايزاه. دي عشان الورقه كبيره فهحط لها 2 عصايتين، واحده كده من الحرف من هنا واحده من الحرف عشان تمسكهم لي معايا، وابتدي بقى اغرزهم في التورته عادي. ممكن احط بقى على زي ما انتوا شفتوا انا حطيت الرسومات على الكريمه، على جناب التورته، يعني على الكريمه على طول، هي لزقت معايا على طول، اول ما بحطها بتلزق معايا كده. بنفرغ بقى الرسمه. وانا كنت عامله ورقه تانية فيها برضو الارقام، يعني السنين 12 سنه، فرغتها برضو وحطيتها برضو على العصيان كده، لزقتها من ورا. نلزقيها بقى بالسكوتش برضو مفيش اي مشكله. والشخصيات دي فرغتها وحطيتها على التوزبيكس الصغيرة، ابتديت بقى اغرزها في التورته كده. حطيت برضو شخصيات لزقتها على الجناب كده زي ما انتوا شايفين. التورته دي كان ناقصها حاجه واحده، ان هي تتحزم، تاخد حزام من فوق بالكريمه وحزام من تحت بالكريمه، بس هي الكريمه كانت خلصت معايا، فهي مش وحشه يعني، مش بطاله يعني، شغاله. وزي ما انتوا شايفين اهي العصيان ورا احنا لازقينها بالسكوتش العريض عادي مفيش مشكله. بس كده دي كانت تورتتنا النهاردة، تورتة أولادي برسومات الروبلوكس. نقدر نغير في الرسومات سواء أولادي أو بناتي، وحسب ما الطفل بيحب نعمله الحاجة اللي هو بيحبها. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير، وتعملوا اشتراكات في القناة والصفحات وكده. بحبكم كتير كتير، واستنوني ان شاء الله في حلقات جاية كتير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.